جمله يعني اني كعراقيه ما راح اقبلها من عندك صراحه. يعني انا حجاوبك هجاوب واقول لك انت ما دامك هيك كاره الحشد وماخذ موقف، ليش ما انت راح سويت لك فصيل وقاتلت وخلصتنا من هاي السالفه؟ كل يوم انتم طالعين الحشد الشعبي وجاي يقتل ويذبح بينا وما اعرف ايش يسوي بكم بابوكم، ما اعرف ايش يسوي انتم مثل ما تحكون. ايش بيك ويا الحشد؟ حاط نقرا من نقرا الحشد. وانت شنو محاميه مال الحشد انت؟ انا عراقيه. والعداني سبه اي انا شنو سبتهم. بالسوداني يعني شنو؟ انا رحت لما شفتهم الناس شلون يقدمون الشهادات. اسمع سحر، ما لا حد يزاود على عراقيتي سحر. انا عراقي ابن البلد. لا على عراقيتك، هذه الوعود اكو خروقات بالحشد. عراقي وابن المحافظه. اسمعي اكو خروقات بالحشد. اول واحد لا تتبنين موضوع الحشد، انت اعلاميه تطرحين السؤال وبس، احنا نجاوب. لانه اسمعي، اول مره نسبه الجريمه في بغداد يوم نسبه الجريمه في بغداد فول، نسبه الكبسه في بغداد فول، نسبه الطلاق يوميا 300 400. هاي مؤسسة البشير تقول نسبة الطلاق يوميا 400 500، نسبة الجرائم، نسبة الكبسنة، نسبة قام ياخذون. شو دخل الطلاق بالحشد؟ شوف عمي اقول لك نسب الجرائم في بغداد فظيعة. تقولي للرمادي عمي اذا 2 4 5 كبسنة على يعني هم لحظة يعني هم السنة ما عندكم انتم عصابات؟ سنة هالقد كلكم مواطنين. ليش هو منو داعش؟ مو هو بغداد مو بغداد مو 80% سنة. الجوامع مالتكم بغداد مو 80% سنة. احنا بدنا نحكي على ال 80 مولدنا. شنو تاكلوها كلها؟ بغداد جيد. اي نعم. سحر انت لا تتبنين الموضوع شيء، ترى انزعل عليك اني. الحشد سيء جدا وداعش اسوء. اكو فصائل في الحشد. اسمعيني اسمع سحر، اكو بغير مواضيع بغير حلقات. اسمعي اول مره الحشد الشعبي العشائري طلع العبادي قال هذا الرجال عندكم حشد عشائري بالمحافظه وماسك الارض باقرار فالح الفياض. خلينا نكمل. اوقف العباس ابو فاضل، خلينا نكمل. طلع العبادي نفس رئيس وزراء قال الحشد الشعبي ذول مال العشائر ناس تطوعوا على باب الله على المدافعون من مناطقهم، فعليه اليوم بعد ما تنتهي المهمه كل من يروح لهله، ماكو انشورنس، ماكو تامين على ذولي ويمش ضيفه شعرف. اول مره احنا ما نحكي على كل الحشد، بدنا نقول لك العبادي قال قول لي عناصر مندسه والله العظيم ايدك، اما تحكي لي الحشد وكبسه وقتل لا ما اسمح لك شيء. قول لي عناصر بالحشد اقول لك على عيني وعلى راسي. ولا انت شنو تقول لي ضابط ارتباط انت ويا الحشد ولا سحر؟ والله اتشرف. اسمعي تتشرفين. انا ما اقبل اتشرف ويا ناس قتلوا مجرمين زنا وذبحوا العالم. اذا انت تجاملين على مود تروحين لبغداد تخافين، انا ما اخاف. انا لا اخاف ولا اسمع عن ذولا ناس قتلوا مجرمين وما اتفاوض وياهم ولا اكو وثيقه سياسيه، واي واحد يوافق على الوثيقه السياسيه ويوافق ويسوي تسويه بالعمليه السياسيه والحشد يصوم الجول مو قتله بهالدرجه اللي حاب. والله لا نسحب بالشارع. والله الحشد هو مقدس. وينكو الجيش والشرطه مقدسين وكل الشيعه مقدسين. انا ما عندي الحشد مقدس. مو هذا كلامكم جيش المالكي وجيش المالكي خبصتونا به صار جيش مقدس. نعم المالكي. على العموم الحشد الشعبي اليوم هيئه حال جهاز مكافحه الارهاب من قرب البرلمان العراقي وموضوعه منتهي وما ترام راح يسلم. ترام طلع تصريح قال غلطه تاريخيه انتم مو اللي قاتلتوا والله لا يذبحهم ترام مره الا بالقرف الصيد. بس طولي بالك لحظه سقم تتبعون بطولات باسم الامريكان. انتم مو قاتلتوهم على قوات احتلال هسه صارت الاحرام. اخذوا 200 مليون راحوا جابوا الامريكان علينا 200 عموله. احنا اليوم مو مشكله عيب ناخذ فلوس راح نجيبهم بلاش. راح نجيبهم بلاش. مو السيد اخذ 200 مليون من رامسفيلد وفوت الامريكان علينا. منو وتع علينا؟ منو صيح نسواننا؟ منو شنو؟ منو اللي جاب الامريكان علينا؟ احنا السنه مو عيب لا تخلينا نحكي. مو تطالبون بهم مره. مو عيب الدول العربيه تسمعنا. هسه الاولاد يقول لي على السنابات حتى من السعوديه دا يتابعون، تخلونا ناس تتكشف ويا ناس. طبعا ابو جريده الشرق الاوسط ابو السعوديه من يشوف الشيعه يطعنون بعرض السنه اكيد راح ينتفض ويكتب. هذا الكلام ما مقصود من شيعه عراقك. لا انا ما بقصد على الشيعه، ذول السياسيين الشيعه. لا مو عيب السياسيين الشيعه يطعنون بعرضنا، يطلعون بالتلفزيون يحكون على عرضنا. طبعا ردة فعل تصير. اعطيني واحد حكى على عرضك. كلهم والله منو واحد والله كلهم. لا تجمع لي اعطيني واحد حكى على عرضك. والله كلهم. مو هذول حموا عرضك بالانبار شيخ من عم والله يخسون. والله ما يعرف. والله هم انتهكوا عرض العالم. هم باقوا ونهبوا وسلبوا وحرقوا. هذا البيجي وهاي شو اسمه تتبنيني موضوع الحشد. اي هذا الحشد ما مقبول. هذا المطار احجز بالانبار واحمي عرضك. هذا استاذ يحيى انا عرضي ما تزاودين على عرضي. سعر لا انت ولا غيرك تزاود على عرضي. عرضي انا دافع عليه. هم راح زودوا علينا واخذوا فلوس من الامريكان وفوتهم على العراقيين
هم اللي اخذوا فلوس. استاذ يحيى، سؤال لحضرتك استاذ يحيى. نعم. الحشد الشعبي دخل محافظتك وانتهك اعراض المحافظه؟ اي نعم يا ست سحر. اي نعم الحوار والنقاش الان جاوبنا على سؤالي لو سمحت. هذا مو نقاش، هاي مو حلقه نناقش فيها امور تخص المحافظه المحافظه. الحشد الشعبي دخل لمحافظتك وانتهك اعراض المحافظه؟ جاوبنا على هذا السؤال. الخروقات موجوده، نعم الخروقات موجوده، ولكن موضوع الانتهاك الاعراض انا لم اشاهد ولم يعني ارى بعيني او اسمع بشكل مباشر هناك انتهاك للاعراض من قبل الحشد الشعبي او غيره داخل